السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مندي الفراخ. عندي انا هنا صدرين فرخة، غسلتها ونضفتها وفتحتها، عملت لها فتحات بالشكل ده علشان البهارات تدخل فيها وتاخد اكبر كمية من البهارات. عندي البهارات معجون بصل، ملح، كمون، جنزبيل، فلفل، كزبرة، كركم، بهارات كبسة جاهزة، 3 معالق زيت. ده معجون بصل ابيض مفري ناعم جدا في الكبة. بحط 3 معالق زيت واقلبهم، وبعد كده اتبل بيهم الفرخة. بتبل الفرخة كده من جميع الجوانب بالشكل ده، من الداخل ومن الخارج. تبلتها بالشكل ده واتركها نص ساعة. بعد كده هنسويها مع الرز، هنشوف ازاي. لعمل الرز البرياني حطيت مادة دهنية، سمنة على زيت، وحطيت البصلة. اول ما بتدبل بحط 3 فصوص ثوم شرايح بالشكل ده. بعد ما البصلة دبلت بحط البهارات معايا تاخد تحميصة، واللي هي عبارة عن ليمون اسمر وفلفل وهيل وكزبرة حب وناعم وورق غار وقرفة وقرنفل، بهارات كبسة. حطيت الرز وخدت تشويحتين بالشكل ده. بعد كده احط الميه بتاعته. ده الرز بسمتي، يعني كل كوبايه رز كوبايتين ميه بالشكل ده. اول ما الرز ما يغلي بالشكل ده احط عليه مصفى علشان اسوي الفراخ بالبخار. تتحط في المصفى وكده، واغطي عليها غطاء محكم، واوطي عليها النار شعلة يستوي الرز والفراخ تستوي على البخار. ده شكل الرز بعد ما استوى. شلت الفراخ علشان اديلها لون، حطيتها في قلب الفرن. وده نص معلقه زعفران هحط على الرز علشان يديله الرز حبايه وحبايه، حبايه ملونه وحبايه مش ملونه بالشكل ده. ولو ما عندكوش بودرة زعفران بيتحط طبعا كركم. ده شكل المندي لما خلص. عملت حته فحمه وبحط عليها قليل من الزيت علشان تديني ريحه الكباب. ده شكل المندي اللي معمول في حلة واحدة. الفراخ لو محدش عاوز يحطها تسوي على البخار ممكن يحطها وتسوي في الفرن، وبتتقدم بالشكل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.